لا، أنا لست ممن يستسلم حين يفشل، فمهما كانت نظرة الناس عني ومهما كنت ضعيفا أمام أعينهم فلن أنحني، لن أنثني، سأصل إلى حلمي وسأحقق مرادي مهما كلف الثمن. سيعلمون غدا من هو المنبوذ منا. لا ترضى بمنقصة وذل وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوم ولا تحت المذلة 1000 عام. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، في فيديو جبار انمي مولع نار، فيديو جامد سالك رايق لذيذ لن ترى الا عند العبد الله هيركليز. لذلك لاول مره عاوزك تصلي على النبي وتشترك في القناه، وهشوف كم واحد بيحبني من عدد لايكات الفيديو ده. وبس كده يا عم، من غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. ده هو ويلس الفوردو، عيل غلبان عايش في عالم مليان بالسحر، ولكن المفاجاه الواد ده ما عندوش سحر من الاساس. عنده حلم وحيد وهو انه يستكشف الدماس ويبقى من اقوى 5 سحرة في المدينه، ولكن دي احلام العصر يا صاحبي، لانه في يوم من الايام بيروح يقدم في اكاديميه السحر وكل زمايله بيضحكوا عليه ومش مستوعبين اللي بيحصل. اللي جايب الواد الفاشل ده هنا ده ما عندوش اي طاقه سحريه، ولكن بياخدوه للست دي واللي هي مديره الاكاديميه، بيعرفوها بحالته وكل حاجه تخصه، والاستاذ ده بيقول لها احنا هنرفض طلب تقديم الواد ده لانه ما عندوش اي طاقه سحريه، مش هيفيدنا باي حاجه. ولكن المديره بيكون عندها راي تاني وبتقرر تديله فرصه. الاول بتسلمه السيف ده وبوم على طول بتحاوطه بهجمات سحريه من كل اتجاه. الواد فعلا بيلاحظ الهجمات بسرعه جنيه وهوب بيكسرهم في ثواني، بيبان قد ايه قوته مش عاديه. المديره وقتها بتعجب بيه وبتعرف ان الواد ده موهوب جدا وشكله هيفيدهم في المستقبل. على طول بتقبل بيه ينضم ليهم، ولكن بشروط. بتقول له خلي بالك يا صاحبي، مش معنى انك اتقابلت معانا في الاكاديميه فهي دي النهايه، لازم تثبت نفسك كل يوم اكتر واكتر علشان ما تتفصلش من هنا. الواد فعلا بيتحمس وقال لها تمام، وكان في قمه السعاده وقتها، وهو دلوقتي صعد السلمه الاولى في تحقيق حلمه. وفعلا بتفوت الايام، بتعدي السنين، وهو الوحش المهين اسد العرين ويلس الفوردو كان قاعد في الفصل عمال يذاكر التعويذ والدنيا فل الفل. ولكن فجأة الاستاذ بينزل عليه وبيقول له اطلع تعالى هنا. اول ما بيطلع بيديله عصايه سحريه وبيقول له نفذ اللي انا شرحته من شويه. الاستاذ عارف كويس قوي ان ويل مش بيعرف يستخدم السحر وطلعه بس علشان يذل قدام الطلبه. الواد بيحاول يعمل التعويذ ولكن لا حياه لمن تنادي. وفي وقتها واحد من الطلبه بيستخدم سحر نار قوي جدا وبيدمر البلور اللي قدامه، شيون فولجستون، ايوه احد اشهر سحرة النار في الاكاديميه كلها. الاستاذ هو كمان بيتفشخر على الواد الغلبان، بيستخدم سحر من الدرجه الاولى وبيوقف النار اللي قدامه، بيستهزأ بالواد بكل الطرق الممكنه، بيقول له ده مكان لتعليم تعويذ السحر وانت مالكش مكان هنا يا صاحبي. الفاشل اللي زيك المفروض يدفنوا نفسهم احسن من الاهانه ديت. الواد مقهور بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كل يوم بيسمع الكلام ده وفعلا مش قادر يستحمل. بيفتكر لما كان صغير وهو قاعد مع صديقه طفولته الفاريا وبيقول لها انا عاوز لما اكبر استكشف البرج ده وابقى من الماجيا فيندر، اقوى 5 سحرة في المدينه وهم اللي بيحموها من اي حاجه تواجهها. البنت هي كمان بتقول له ده نفس حلمي وبترفع ايديها وبياخدوا وعدهم سوا، لما نكبر احنا الاتنين هنبقى اقوى سحرة في المدينه وهنثبت نفسنا للكل وننضم للماجيا فيندر. ولكن كل دي اوهام بالنسبه لك يا صاحبي، احلامه كلها تلاشت شيئا فشيئا بمجرد ما عرفته انه ما عندوش اي طاقه سحريه. على الجانب الثاني صديقته الفاريا اكتسبت طاقه سحريه مهوله جدا، ده كمان ابتكرت نوع جديد من انواع السحر والكل اعترف بقوتها المهوله، وده طبعا اللي خلى الكل يعترف بيها واتأهلت لصعود الدماس، بقت من افضل سحرة واصغر واحدة في الماجيا فيندر كلهم. خلاص حان الوقت انها تسيبه وتطلع الدماس، ويل بيقف عاجز عن الكلام وهو بيودعها. البنت خلاص كانت هتسيبه وتمشي لكنه بيوقفها، بيقول لها انا ما نسيتش ومش هنسى وعدنا اللي خدناه زمان، فمهما كنت معدوم السحر ومهما كنت ضعيف فلن انحني، لن انساني وهوصل لك مهما كلف الثمن. البنت هي كمان بتفرح من كلامه وبتقول له انا واثقه فيك يا صاحبي، هفضل مستنياك لحد اخر ثانيه في حياتي. بعدها بتطلع البنت للبرج وبيقف ويل عاجزا عن تحقيق حلمه، بيعيط ولكن بيقول جوه نفسه دي اخر مره هبان ضعيف فيها، من هنا ورايح هثبت للكل مين هو ويلس الفوردو. وفعلا عدت الايام وما زال يسعى لتحقيق حلمه. بعدها بقى بيخرج من الفصل وبيروح عند الاستاذ ده، الاستاذ واركنر، احد الاساتذه اللي بيحب ويل وبيساعده جدا. في البدايه بيفضل يهزقه شويه علشان طلع الدماس وحارب الوحوش وعرض نفسه للخطر كالعاده، ولكن الواد بيقول له انا مفيش قدامي حل تاني، ده انا كمان لسه محتاج 4 نقاط في الاسبوع ده علشان ما اتفصلش من الاكاديميه، انا لازم اروح للدماس تاني حالا ودلوقتي. الواد بيصعب على الاستاذ فعلا وبيقول له خلاص يا عم انا هساعدك، روح خش الدماس، انزل للدور السادس هتلاقي هناك وحش قوي بال4 نقاط دول، ولكن خلي بالك يا صاحبي انا ما اضمنلكش انك هترجع عايش ولا لا. الواد وقتها بيفرح جدا وبيحضنه، بيقول له ما تقلقش يا عم ثق فيا، انا متاكد ان هقدر اقتله. لكن في اللحظه ديت واثناء كلامهم كان شيون سمع كل اللي قاله، قرر ينزل الدماس قبله
ويقتل الوحش ده، وكل ده بس علشان ويل ما يجمعش النقاط الاسبوعيه ويتفصل من الاكاديميه. كمية حقد لم يسبق لها مثيل. فعلا خد صحابه ونزلوا الدور السادس بحثا عن الوحش ذو ال4 نقاط، واللي هو كمان خلص مع الاستاذ ونزل الديماس وماشي ولا على باله، ما يعرفش ان في حد سبقه وعاوز يقصيه ويقضي على حلمه اللي سعى جاهدا لتحقيقه. بيتكلم مع القط اللي معاه وبيقول له استخدم حاسة شمك يلا يا بطل واعرف لي الوحش ده فين. ولكن من ناحية تانية شيون كان وصل لمكان الوحش فعلا بيحسوا بيه، وفجأة بدون اي مقدمات بوم واحد فيهم بياخد ضربة بتجيب اجله. صدمة بكل المقاييس. بيظهر الوحش ده قدامهم، جسمه ضخم، شكله مرعب، وشكلهم مش هيعرفوا يعملوا معاه اي حاجة. العيال بتصرخ صرخة سماعة المكان، ويل فعلا بيسمعهم. على طول بيتجه لمكان الصوت وبيوصل لهناك. بيشوف الصدمة، شيون واقع على الارض وبيحاول يهجم على الوحش بهجماته السحرية، ولكن مفيش حاجة بتأثر فيه. كان عمال يصوت ومرعوب جدا من اللي شايفه قدامه، حاسس ان دي هتكون اخر لحظات حياته. ويل وقتها بيفهم اللي حصل وبيتدارك الامر، وبيعرف انه عمل كل ده علشان يتم اقصاء. بيقول في نفسه هل انا المفروض اتدخل وانقذه ولا لا؟ ده اكتر واحد اتنمر عليا طول حياتي، كل همه انه يحسسني بالعجز واتطرد من الاكاديميه. ولكن في الوقت ده بيتخيل الفاريا قدامه بتقول له لا يا عمري دي مش اخلاقك، اياك تسيب حد يموت قدام عينيك. انت متخيل بقى انه هيسيبه بعد الكلمتين دول؟ لا والله. الخنزير ده بيهجم على شيون وكان خلاص هيقتله، وبوم ويل بيتدخل ويصير ضربته في اخر لحظه. اهو جالكو خبوا عيالكو. على طول ما بيدولش فرصه وبيهجم عليه من تاني. الواد حركاته دمار، بيتشقلب زي الفار. الوحش مش عارف يعمل معاه اي حاجه، بيحاول يهجم عليه ولكن ويل بسرعته بيفاديه. بوم طير صباعه. الوحش بيحاول يهجم عليه بالطوب من تاني، ولكن ده عندي تهاني. ويل بيصد هجماته وبيهجم عليه بكل سرعته، بيطير لفوق، بينزل على كتفه بيخرمه له يمين شمال. الوحش ولا عارف يعمل معاه اي حاجه. في الوقت ده الاستاذ ده اللي اسمه ادوارد بيروح لواركنر، بيقول له تعالى معايا. شيون واللي معاه نزلوا الدماس والشكل في خطر على حياتهم، فبيقول له نزلوا الدور الكام؟ السادس. بيعرف وقتها ان ده نفس الدور اللي ويل فيه. بيقول له ما تقلقش عليهم، ويل هناك ومش هيسيب حد يحصل له حاجه. بيفتح البلوره ديت وبيوري له المعركه، وفعلا يا صديقي ويل كاسح مسح في الوحش من كل اتجاه. الخنزير ده بيهجم عليه بالسيف، ولكن ويل بيفاديها بكل براعه، وبوم طير له دراعه. بعدها بيبعد عنه، بيشيل السيف ده وبيجهز علشان يقتله. الوحش بيجمع هجمه سحريه لولبيه وبيهجم عليه، ولكن ده ويل يا بيه بيصد ضربته بكل براعه، وبوم طريق السلام انت. الوحش وقتها دماغه بتطير، وويل شكله من جمدانه هيتعبنا كتير. اللي بعده يا هناها يا سعده، قول لي بس مين يقدر يقف قدامك يا صاحبي؟ الاساتذه بيكونوا مصدومين. ادوارد كان هيموت من حسرته، ازاي واحد معدوم زي ده يخلي واحد زي شون زي الفرخه قدامه؟ ده زله بكل معنى الكلمه. ده انا شكلي لازم اتخلص منه في اسرع وقت ممكن. وبيمشي وهو متعصب جامد. وفي الوقت ده ويل بيروح لشيون بيطمن على سلامته، بيمديله ايديه وبيخرجوا من الدماس هما الاثنين. ايوه كده عرفهم ويل سيلفورد هو مين. يعدي الوقت وتاني يوم كان الاستاذ واركنر بيديلهم درس جديد، بيقول لهم السحرة متقسمين طبقات وعلى ناس هم الخمسه دول الماجيا فندر، عايشين في قمه الدماس ومش اي حد يوصل لهم. لا، في طريقتين بس علشان تاخد مكانك وسط واحد فيهم. الطريقه الاولى انك تبتكر نوع جديد من انواع السحر زي ما عملت الفاريا وبقت اصغر واحده تنضم ليهم، ودي طبعا حاجه صعبه عليكم ومش اي حد ينفذها. اما الطريقه الثانيه والاخيره انك تجمع 7200 نقطه تكوين، ودي طبعا بتجمعهم من قتل الوحوش في الدماس زي الوحش اللي قتل ويل امبارح كده، واللي كان بالمناسبه يمثل 10 نقاط كاملين. العيال وقتها بتفهم كلامه وبيقولوا له تمام. من جانب تاني بقى الاستاذ ادوارد كان زهقان متضايق جدا علشان ويل اتغلب على تلميذه شيون. بيروح للمديره وبيقول لها كفايه لحد كده، الواد ده لازم يتنفى من الاكاديميه في اسرع وقت. انا مش هسمح ان واحد ما عندوش اي طاقه سحريه يفضل هنا. ده بيحسس باقي الطلبه بالعجز قدامه. افهمي كلامي، كل اللي بعمله ده في مصلحتك انت، وبصراحه انا ما شفتش اوسخ من كده. مش عيب تبقى شايب كده وحط عيل زي ده في دماغك ولا ايه؟ القذاره والجبن ده كله. المهم المديره بتجيب الكتاب ده وبتفتح احصائياته. ويل سيلفوردو الى جانب انه ما عندوش اي طاقه سحريه ولكن احصائياته خرافيه. ده مقفل كل المواد وكمان عبقري بكل ما تحمله الكلمه. ده لو طردنا واحد زي ده هتبقى خساره كبيره لينا. ولكن يا عم طالما انت مصمم وهمك على الاكاديميه او كده فهسيبك تديله اختبار، ولكن لو نجح في الاختبار ده ما اشوفش وشك هنا تاني. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وشكلها ما تبشرش بالخير نهائي. في الوقت ده بيخرج ويل من الفصل وبيمشي مع الحته دي وبيروحوا للمطعم علشان يتغدوا. بيقعدوا مع بعض يهزروا والدنيا 100 فل و20.
وهوب بيحضر في المكان ادوارد اللعين، بيقول له تعالى معايا يالا وانتي خليك هنا ما نشوف هيجيلك تاني ولا لا. وفعلا الواد بيروح معاه، بياخدوا لساحه القتال والواد مش فاهم اي حاجه. ادوارد بيقول له الكلام كالاتي: قدامك ساعه كامله، عرفت تديله ضربه واحده فانت الكسبان وهتاخد 5 نقط، ما عرفتش فتقول لي حلمك بالسلامه وهنتفيك من الكليه، مفهوم؟ الواد لسه هيقول بس يا معلم، الاستاذ بيهجم عليه من غير ما يتكلم، يا دوب بيبعد بيلاقي الهجمه دي بتجهز له وبوم بالطياره بعيد من المكان. الواد بيحاول يصد ضرباته او يعمل معاه اي حاجه ولكن بدون اي فايده، هجماته البسيطه بس مش عارف ولا قادر يفاديها، لكنه مش بيستسلم وبيجمع قوته بهجمه خلفيه بيهجم عليه ولكن بوم تعويذه الدرع بتوقف رجليه، هوب ضربه لولبيه بالطياره الثانيه بتكسر عظمه، لسه ما بيلحقش يفوق من قوه الضربه ديت بيلاقي بيقرب منه جهز له اقوى هجماته السحريه، بيضحك وبيستهزأ بكل اريحيه. الواد مش قادر يعمل اي حاجه، التعويذه بتكمل وبيهجم عليه بمئات بل الاف الهجمات السحريه، الواد عمال يتضرب من كل حته ومش عارف حتى يفاديها، الاستاذ بيرقص بهجماته ديت ولا على باله اي حاجه، كميه قسوه لم نشهد لها مثيل. الواد بيقع على الارض مش قادر يتحرك، جسمه كله اتبهدل وما عادش قادر يقوم من مكانه، بيتحسر على حالته ديت وبيتمنى انه يقدر يكمل علشان يحقق حلمه، بيقول انا نفسي في حاجه واحده بس، نفسي في السيف بتاعي علشان اعرف حتى صد هجماته. في الوقت ده كانت كوليت في الاوضه ديت خايفه على ولا يجرى له حاجه ومستنيه يرجع في اسرع وقت، وهوب بيدخل عليها كيكي قط ويلي الاليف، بيقف قدام خزنته وبيفضل ينونو، البنت بتفهم هو عاوز ايه وبتقرر تساعده، الاستاذ هو كمان بيتقدم على ويل بكل عصبيه، بيدوس على دماغه بيقول له انت حثاله مفيش منك اي فايده، محاولاتك دي كلها مش هتاثر فيا، لو الاف الجنود اللي زيك مش هيحتاجوا غير ساحر واحد بس زيي علشان يقتلهم بكل بساطه، ساحر واحد بس مننا قادر يخليك حاسس بالعجز طول حياتك، يلا استسلم واطلع بره الاكاديميه. الواد وقتها بيفتكر الفاريا، بيفتكر الاهانات اللي اتعرض لها قبل كده، بيجمع قوته وبيشيل رجله وبيبعد عنه بكل عصبيه، بيقول له لن اكل ولن استسلم مهما كانت النتيجه. كوليت هي كمان وصلت للمكان ومعاها السيف وبتحدفه له، الواد بيتحمس وبيمسكه، لبس نضارته وقال له تعالى لي والله لهينك دلوقتي يا غالي. ادوارد ما كانش همه اي حاجه وبيهجم عليه وبوم ويل بيصدها بسيفه، بيحاول يهجم عليه تاني ولكن ده عند تهاني، ويل عمال يفادي هجماته بكل براعه وهوب بيصد اقوى هجماته، بيطير لفوق محدش فاهم هو بيعمل ايه، الاستاذ لسه ياخد باله بيلاقي نازل عليه من السماء كسر الدرع بتاعه وبوم هاجم عليه وكان خلاص هيقتله، ولكنه بيوقف هجمته في اخر لحظه قبل ما تصيبه بيجرحه في وشه، الاستاذ اتصدم من قوته ديت والفعلا نجح في الاختبار، صاب الاستاذ وكسب 5 نقط اضافيه، ده ايه الحلاوه والجمدان ده كله يا ابني. البنت بعدها بتروح له ولكن وقتها صاحبنا بيغمى عليه من كتر التعب، حقك يا عم والله اللي حصل فيك مش شويه ومش اي حد يستحمله. المديره هي كمان كانت مسابقه كل اللي بيحصل وعرفت بنجاح ويل في الاختبار وكده ما عادش ليه الحق يقول عليه اي حاجه. بعدها بيعدي الوقت سريعا وفي يوم ويل كان ماشي يوزع الجرايد في المدينه بس وقتها بيتكعبل وكان هيقع لكن بحركه اسطوريه بيقدر يستعيد توازنه من تاني، بيقف يشيل الجرايد ولكن وهو بيشيل اخر جريده بيتفاجئ بالاخبار اللي فيها، الفاريا اكتشفت نوع جديد من سحر الجليد ومحتاجه علشان تكمل استكشافه بالوراد بعض الوحوش القويه، الواد بيفرح وبيقول هي دي فرصتي، انا لازم اثبت نفسي المره دي باي ثمن كان. على طول بيتجه للبيت وبيقابل صديقه في السكن روستي، بيقف قدامه وبيطلب منه بعض الادوات السحريه اللي هتساعده في القتال علشان هينزل الدماس دلوقتي، الواد فعلا كان مجهزها له وويل وقتها بيلبس وبياخد منه بعض الحبال وادوات تفجيره وبينطلق بعدها على الدماس، بيوصل للدور الرابع وفي وقتها بيلاقي كل زمايله هناك وشغالين تقتيل في كل الوحوش، كان اكتر واحد تقييما واللي مكسر الوحوش بناره هو شيون فولجستون، وويل بيبص عليهم كده وبيقول انا لو فضلت هنا هيقتلوا كل الوحوش ومش هطلع باي نقاط تقييم، انا لازم اتعمق في المغاره اكتر وقت الوحوش اكتر واكتر، وفعلا بيسيبهم وبينزل للدور الخامس، لكن يا دوب بينزل من هنا بيلاقي بنت بتصوت وفي 3 وحوش محوطينها وكانوا خلاص هيقتلوها، لكن انت متخيل ان ده يحصل في وجود الولد المهين؟ لا والله هي واحده والتانيه والتالته وين يا حبيبي وين، بيخلص عليهم بالكامل ويروح بعدها يطمن على البنت دي واللي طلع اسمها ايريس بالمناسبه، بنت كيوت وطيبه وباين عليها خايفه جدا، بتقول له بقى انت بدون سحر وعملت كل ده بس بالسيف بتاعك، انت شكلك قوي جدا وهتعرف تحميني، انا هفضل معاك يا عم ومش هسيبك. الواد وقتها بيوافق ياخدها معاه علشان ما تتاذاش وبيكملوا استكشاف المغاره هما الاثنين، لكن فجاه ويل بيلاحظ حاجه غريبه، بيمسك شويه تراب على الارض كده والبنت مش فاهمه هو بيعمل ايه بالظبط، بيقول لها داخل الكهف اللي قدامنا ده في وحش خطير جدا وقوته كبيره، لو دخلت معايا احتمال تتاذى ويحصل لك حاجه، خليك هنا لوحدك وانا هروح اقتله. البنت طبعا كانت خايفه وقالت له لا يا عم رجلي على رجلك ومش هسيبك ابدا. بالفعل هما الاثنين بيدخلوا ويل بيستكشف المكان وفجاه الوحش بينزل لهم السيف وكان خلاص هيقتلهم، لكن سيلفورد اللاعب بيشيل البنت وبالحق قبل ما يحصل لهم حاجه، بيبعدوا عن الوحش وبيقول للبنت خليكي هنا وانا هشوف هتصرف معاه ازاي، ده وحش الضفدع الجليدي تقييمه 12 نقطه كاملين وشكله ده جامد تنين، ولكن انا ما قداميش حل تاني ولازم
يقتله. وفعلا البنت بتقول له تمام، وفعلا بيسيب البنت وبيطلع ادواته السحريه وبينطلق للقضاء عليه. على طول بيستخدم سرعته الخياليه وبيلف حوالين الوحش علشان يشتته. الضفدع مش فاهم اي حاجه. بوم، ويل بيطلع الحبال اللي معاه ويرميها عليه، بيشد الحبل وبيلفه من الناحيه الثانيه. بس هو ناوي على ايه بالظبط؟ هتفهم كل حاجه كمان شويه. الوحش بيحاول يهجم عليه ولكن ويل بسرعته بيفاديه، مش عارف يصيبه. الواد شغال يلف عليه الحبل من كل اتجاه، واخيرا بيكتفه في مكانه. بيقف قدامه بكل شجاعه وبيجهز للقضاء عليه. بيقول له طالما انت وحش جليدي يبقى اخرك شويه نار وهنسيحك. وبوم، بيولع في الحبل اللي معاه ما هي الا لحظات، والقنابل اللي في الحبل بتفرقع. واحلى مسا عليك يا عم الضفدع. ايوه الواد ده عليه دماغ ولا تقول يا عم اينشتاين. والمحامل وجود نهائي. ده القوه والحلاوه دي كلها يا ابني. وبعد ما الوحش بيموت بيروح يشوف بلورته علشان يجمعها، ولكن في الوقت ده ايريس بتبص له بصه مش تمام، وهوب بتختفي من المكان. بتظهر في المكان ده وبتفك شعرها وبتغير من هيئتها اللي كانت عليها. بيبان انها ما كانتش ضعيفه ولا حاجه. ده كمان بتفتح الباب ده وبتدخل. وهنا كانت المفاجاه. دول هم الماجيا فيندر نفسهم. هم دول اللي الكل بيحلف باسمهم: كاريوت، زينوس، الاين، وكمان الفاريا. بس دول 4 بس. مين هو الخامس بتاعهم؟ ان واحد فيهم متقاعد بسبب سنه، وهم دلوقتي في مهمه البحث عن الشخص اللي يستحق الكرسي ده بكل جداره. وبالنسبه لايريس فهي الكشافه بتاعتهم ونزلت البرد علشان تشوف اكفأ حد في الموجودين. بيقولوا لها ايه يا ست البنات، لقيت حد على القيمه ولا زي كل مره؟ البنت قالت لهم ايوه، لقيت شخص يستاهل الكرسي ده بكل معنى الكلمه. شخص قوي حماني وعنده حلم ومصمم على تحقيقه. قتل الوحش بكل براعه، ولكن في مشكله قد كده، وهي ان ما عندوش اي نوع من انواع السحر. الفاريا تعرف ان هو ده ويل صديق طفولتها. الكل بيستهزأ باللي سمعوه ده. قالوا لها انت هبله ولا ايه؟ اللي انت بتقولي ده مستحيل يحصل. مستحيل حد يوصل لهنا الا اذا كانت طاقته السحريه عاليه جدا. لازم تكون قدنا بل تفوقنا بمراحل، والا ازاي هنعتبر واحد مننا كده؟ انت شكلك مش هتفيدينا باي حاجه. وبعدها كلهم بيمشوا من المكان واحد واحد، لكن الفاريا هي الوحيده اللي كانت في قمه السعاده، مبسوطه جدا علشان صديق طفولتها ما زال يسعى جاهدا لتحقيق حلمهم من ايام الطفوله. المهم ومن جانب تاني كان في اختبار ب10 نقاط في الاكاديميه، وهو قتل اقل حاجه 3 من الغولم دول. طبعا كل الطلبه عماله تستخدم السحر وبيكسروا فيهم بكل سهوله. كانوا اكتر 3 متالقين وقتلوا اكبر عدد من الغولم هم ال3 دول: كوليت، شيون، وثالثهم الواد اللي بينتمي لقبيله الالف ده. لكن فجاه اثناء صيتهم بيظهر الوحش المخيف، واحد بيبهر كل الموجودين، بيستخدم سحر الجليد وبوم بيدمر معظم الروتات في المكان بضربه واحده. يا الله القوه دي كلها يا ابني. الكل مبهور من قوه الواد دوت. لكن من الجانب الثاني صاحبنا ويل ما كانش عارف يعمل اي حاجه. كان ممنوع يستخدم السيف بتاعه ومش عارف يصيبهم بايده المجرده. الكل بيضحك عليه والواد بيسيبهم وبيروح يقعد في جنب لوحده زعلان بسبب ضعفه. لكن فجاه واثناء ما كان قاعد بيدخل عليه الواد صاحب اعلى تقييم يوليوس ماندو. بيقول له انت شكلك بيضايقني يالا، حاول تتلاشاني وتبعد عن الانظار. مجرد وجود طالب معدوم السحر في الاكاديميه دي حاجه مجنناني. انا مش مرتاح بوجودك هنا، ولو وقفت قدامي فانا مش هرحمك. وبعدها بيسيبه وبيمشي. ويل برضه ما زال كل يوم بيظهر له اعداء اكتر من الاول. وفعلا صدق اللي قال ان لم تجد لك حاقدا فاعلم انك فاشل. ولكن ما تزعلش يا صاحبي، ده اكبر دليل على تفوقك عليهم. بعدها بيروح للمطعم وبيقعد مع كوليت وبيحكي لها عن كل اللي حصل. البنت بتحاول تهون عليه وبتقول الاسبوع الجاي هيكون مهرجان السحر، المهرجان اللي هيشارك فيه معظم الطلبه المتفوقين علشان يثبتوا قدراتهم. انا عايزاك تشارك وتعرفهم انت تبقى مين. ده في كشافه من اقوى السحرة في الدماس واصحاب الماجيا فيندر بينزلوا علشان يشوفوا اقوى الناس ويعترفوا بيهم. انت اكيد هتفوز على الكل يا صاحبي. لكن برغم كل الكلام ده الواد قال لها لا، مستحيل اقدم في المهرجان ده واخلي نفسي عرضه للسخريه قدام الكل. انا اصلا مستحمل اهانات زمايلي بالعافيه ومش هستحمل المدينه كلها تتكلم عليا. انا اسف علشان مش هقدر ابقى عنده حسن ظنك فيا. وبعدها بيسيبها وبيمشي. كل الناس بتروح تضرب علشان المهرجان، اما ويلفا بيروح للحانه اللي بيشتغل فيها علشان يجمع له قرشين يسد بيهم مصاريف دراسته. الحانه كانت تبع فصيله الاقزام وكلهم بيحبوه جدا وبيقدروه على عكس الناس التانيه. ويل بيشتغل طول الليل والدنيا تمام التمام، بيفضل ينزل طلبات طول الليل، واخيرا اليوم بيخلص. بيروح يرص الاطباق علشان يروح البيت. لكن فجاه واثناء ما كانوا واقفين بيدخل المكان يوليوس ومعاه 2 صحابه. العيال متكبرين جدا وجايين هنا بس علشان يتنمروا على الاقزام بسحرهم. ده كمان الواد بيلاحظ ويل موجود في الحانه وبدا يشتمه هو التاني. بيقول له الفشل اللي زيك لازم ينضموا لناس همجيين زي الاقزام بالظبط. كلكم على بعض شويه فشل مفيش منكم اي فايده. احد الاقزام بيتعصب جامد لكنه مش قادر يتكلم او يعمل اي حاجه. الواد بيقعد بكل تكبر وبيطلب اكل ومشروب. بينزلوا له طلبه فعلا، وما زال الواد عمال يشتم ويتكبر عليهم. بيقول لهم ايه الاكل الزباله ده اخر ارمي فضلات للكلب بتاعي. انتوا شويه فشل ما فيش منكم ريحه الفايده. لكن وقتها ويل فاض به الكيل. خرج وهو متعصب جامد ويروح يقف قدامه. بيقول له اسحب كلامك حالا ودلوقتي، اسحب كلامك ونعتك
اعترافك ليهم بالهامجين وكل اللي انت قلته، لكن يوليوس بكل برود بيقول له هتعمل ايه يعني؟ اخرك فاضي يلا انت وهم. على طول بيرمي الطبق ده عليه وبيقول له امشي من قدامي بدل ما اكسر الحان على دماغك دلوقتي. والوقت اتعصب جدا من اللي عمله. الاتنين دول لسه هيتكلموا وبوم رزعهم في الارض بكل غباء بيغمى عليهم. اللي بعده يا هناها يا سعده، مش هسمح بحد يهين المكان اللي انا فيه حتى لو كان على جثتي. يوليوس وقتها اتعصب جامد، هالته ملأت المكان بالكامل. على طول بيهجم على ويل بهجمات جليديه ولكنه بيفاديها في اخر لحظه من غير سيفه، مش عارف يعمل اي حاجه ولا يصد ضرباته حتى. وهوب ضربه جليديه بتكلبش ايديه بتثبته في الجدار اللي وراه. يوليوس بيروح عليه بيعذب فيه ولكن ويل ثابت ولا همه اي حاجه، بيبص له بكل عصبيه والواد بيتقهر من جواه. بيقول له اسمع يالا، لو انا هنتك هنا قدامهم مش هستفاد اي حاجه، لكن اذا كنت عاوزني اسيب الاقزام في حالهم وما اجيش هنا تاني فانا عايزك تسجل في مهرجان السحر وهناك اوري لك الاهانه بحق وحقيقي. ويل فعلا بيوافق علشان يساعد الاقزام وبيقسم انه لازم ينتقم ليهم مهما كلف الثمن. وفعلا بعدها بيعدي الوقت سريعا وبيحل موعد مهرجان السحر اخيرا. كل الناس بتتجمع وبيرفعوا الاحتفالات ومبسوطين خالص علشان يشوفوا مين هيبقى بطل المدينه. في التعليق على المهرجان رؤوف خليف ومع اقذر واحد عرفته البشريه، اوسخ استاذ في الاكاديميه الاستاذ ادوارد. صبرك عليا بس ده انا هطلع عليك القديم والجديد. رؤوف بيقول لهم الليله اليوم غير عاديه، الليله اليوم عالميه، الليله اليوم هنعرف مين هو نجم الاكاديميه. المسابقه كالاتي: في مضمار مكون من 4 اجزاء، منطقه البركان، المستنقعات، الصحراء وكمان الغابه. لازم تعدوا كل المناطق ديت، ولو عديتوها بالسلامه هتدخلوا الحلبه، واول واحد هيشيل التاج ده هيكون بطل المهرجان. ويلا ابداوا في الاحتفالات. الكل بيحييه وبيبدا الفرق في استعراض السحر بتاعهم. فيهم اللي بيطير واللي بيكذب كتير، لكن جنب المدير كانت ايريس هناك بتدور على اقوى حد في المشاركين واللي هترشحه للماجيا فيندر. من ناحيه تانية كان شون بيقول ايوه اخيرا كلت عرفت ان انا هو الاقوى وجات لي امبارح فضلت تتحايل عليها علشان انضم لفرقتها. اخيرا سابتها من الواد الكحيان اللي اسمه ويل ده وجات لي انا. بيفتح الباب ده علشان يروح لها وهوب بيلاقي ويل معاها. بيتعصب وبيقول لها ايه جاب الواد ده هنا؟ انت مش طلبت مني انضم ليك علشان انا الاقوى ولا ايه؟ فبتقول هو انت برياله ولا ايه؟ انا طلبت منك تنضم لينا علشان مجموع نقاطنا احنا الاتنين ما كانش مكفي، وكان لازم نلاقي حد عنده نقاط كتير علشان نوفي الحد الادنى لدخول المهرجان، فشكرا علشان وافقت تنضم لينا. الواد بيتعصب جامد ويعين على الكسفه اللي انت فيها يا ابني والله. بعدها رؤوف بيبدا التعليق على المهرجان وبيقول لهم حان الان موعد تقديم اقوى 3 فرق في المسابقه. اكيد الفايز مش هيخرج بين ال3 دول. عندنا في المركز الاول فريق الالف اللي بيضم 3 من عتاوله الاكاديميه. المركز الثاني الفريق اللي بيضم اقوى طالب في الاكاديميه فرقه يوليوس. المركز الثالث الفريق اللي هيموتنا من الضحك بسبب معدوم السحر اللي فيه ولكن بيضم عدوان اقوياء في الفريق وهم كوليت وشيون فرقه صحابنا. يلا كله يجهز علشان الاختبار هيبدا دلوقتي. الفرق وقتها بتستعد وبدات تطلع. الاستاذ واركنر بيشوف ويل وهو خارج مع فريقه وبيحاول يمنعه علشان ما يسببش لنفسه الاهانه قدامهم، لكن ده بيقول له انا اسف يا صاحبي انا مصمم على الفوز في الاختبار ده حتى لو على جثتي. وبعدها سابه وانطلق للمسابقه. على طول بتنطلق صفره البدايه وهوب بيظهر الاف الغولم الكبار، الغولم اللي ويل ما عرفش حتى يلمسهم قبل كده، لكن الليله دي دمار ولو اللي فات محشي فاللي جاي منبار. الواد الجبار بيجري عليهم بكل سرعته وباشاره منه كوليت بتستخدم سحرها وبتعزز ايده وبوم ضربه واحده منه خلص على نص الغولم اللي قدامه. اللي بعده يا هناها يا سعده بيتقدم هو وزمايله ورؤوف وكل الجماهير كانوا في قمه الصدمه. ده ويل حاليا هو اللي ساب الكل ومتقدم في القتال. فعلا وصل لتاني جزء في المسابقه. شاف الروبوتات دي واللي تعتبر مدافع متنقله بيضربوا عليه وكانوا هيصيبوه لكنه بيعمل حاجز وبيصدها. بعدها بينطلق على المدافع بكل قوته وكوليت بتساعده بتنزل سيوف بسحرها قدامه وبوم ويل بيشيل السيوف دي وبيدمر بيها المدافع بكل دقه. فعلا كسر كل المدافع وما عادش غير اخر واحد. ابلع انت كمان. بضربه واحده ويل بيشقه لنصين. هو الواد ده شكله هيعملها ولا ايه؟ من ناحيه تانية كان باقي الطلاب هم كمان بيتقدموا في المسابقه. يوليوس وجماعته كانوا واقفين ولا هاممهم. الواد ده بيقول له ده ويل سبقنا وشكلنا كده مش هنحصله لازم نتحرك بسرعه، لكنه بيبتسم بكل برود وشكله ناوي على حاجه. ويل مازال بيتقدم وخلاص عدى المرحله الثالثه بنجاح واللي كانت بتضمه بعد الفخاخ السحريه. كده ما عادش قدامه غير الغابه وبعدها حلبه القتال. بيقول علشان ما حدش يعطلنا واحنا بناخد التاج فاحنا مش هنخش الحلبه على طول، لا هنستناهم في الغابه هنا وهنعمل لهم كمين ونقضي عليهم من غير ما حد ياخد باله. لا عبقري يالا. في هذه الاثناء بقى كان شون متضايق جامد مش عاجبه اللي بيحصل قدامه. بيفتكر الاهانات اللي اتعرض لها من ويل قبل كده وانه حسسه بالشفقه على نفسه لما انقذه في الدماس. اشتعل من الغضب وبيقول انا هو الاقوى، ازاي اسمح لنفسي اكون تابع لشخص زي دوت؟ انا مش هسمح للحال ده يدوم اكتر من كده. في اللحظات دي ويل كان حاطط خطته ولسه هينفذها. بالله ضربه كانت هتصيبه لولا انه اتفاداها في اخر لحظه.
اوبا، ده يوليوس يا جماعه وصل للمكان اللي هم فيه وناوي يقتله. يا حلاوه، ده شكلها هتولع ولا ايه؟ بيقول له مش قلت لك ههينك يلا، اجهز بقى علشان مش هرحمك. وبوم، استخدم سحر وجهز مئات الهجمات وضربوا بيها. الواد بيجري وبيحاول يفاديها، لكن فجاه بيلاقي شيون بناره وبيسيحها. هالته ملأت المكان ووشه محمل بملامح الكراهيه والغضب. الكل كان مفكر انه هيواجه يوليوس، لكنه بيبص لويل بكل عصبيه، بيجهز اقوى هجماته السحريه، بيضرب عليه، لكن كل بتعمل حاجز في اخر لحظه وبتحميه. المكان كله اتهز من قوه الضرب لدرجه انها حرقت نص الغابه. ويل بيقوم بعدها بالعافيه، بيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ احنا الاتنين في فريق واحد يا عم، انت ليه بتهاجمني؟ شيون قال له علشان افش غل يالا، انت حسستني ان وسير اللي شافك وانا ماشي وراك شكل التابع كده. انا لازم اهزمك دلوقتي واثبت للكل من هو شيون الحقيقي. ويل كان لسه يتكلم بيلاقي شيون بيهجم عليه وبيبعده، بيقول له يلا واجهني يالا. كل كانت مقهوره باللي بيحصل وبتحاول توقف القتال بينهم، لكن فجاه يوليوس بيمنعها، بيعمل حاجز وبيوقفها كده. ويل مفيش قدامه اي حل غير انه يقاتل، بيشيل سيفه وشيون بيهجم عليه بكل قوته، لكن ويل بيفاديها. شيون بيهجم عليه تاني ولكن برضه عمال يفادي ومش عاوز يهجم عليه. راوف وكل الجماهير ما كانوش مستوعبين اللي بيحصل، ازاي واحد يهاجم زميله وسايب باقي الفرق؟ ايه رايك في اللي بيحصل ده يا استاذ ادوارد؟ الاستاذ وقتها بيبتسم وبيقول له ما ينفعش طبعا، ازاي واحد يهاجم زميل ليه في الفريق؟ لكنه من جواه كان في قمه السعاده. في الوقت ده شيون كان جاب اخره خلاص. بوم، هجم عليه ضربه طيرته، التانيه مسكت رجله، شاله وكان هيرزعه في الارض، لكن بيفك نفسه في اخر لحظه. بيقول له ما تهاجمني زي الرجاله يالا، انت ليه مش عاوز تقاتل؟ طالما انت مش عاوز تقاتل فانا هجبرك تهجم غصب عنك. على طول جمع كل هالته السحريه، عمل تعويذه النحر ذو الجناحات الاسطوريه. الكل اتصدم اول ما شافوا اللي عمله. الواد ده اتعلم كل ده فين؟ وبوم، هجم على ويل بي. ويل على طول بيتدارك الموقف وبيقطع جناحاته، لكن النسر بيتجدد في ثواني، بيحاول يهرب منه بكل اللي يقدر عليه، لكن هجمه في الثانيه بتلاقيه الواد فعلا جاب اخره وما عادش قادر يتحرك. شيون هو كمان تعب من القتال. ويل بيبص له بكل حسره وبيقول له انت ليه بتكرهني؟ انت ليه عاوز تقاتلني؟ انا كل اللي بحاول اعمله ان اركز على حلمي واتلاشى اي مشاكل حواليا، ولكن ليه كلكم بتكرهوني؟ طب انا ما اذيتكوش في اي حاجه، ليه الحقد ده كله عليا؟ شيون بيتعصب وبيقول له علشان انت مش شايفني. فاكر لما كنا صغيرين وكان كل الناس بتتنمر عليك؟ كنت انا الوحيد اللي بدافع عنك، جيت لحد عندك، حاولت اقرب منك واخليك تنضم ليا وتبقى واحد من اتباعي، لكنك وقتها صدتني، قلت لي سيبني في حالي، غور من قدام، انا عندي حلم ولازم احققه. انا ما نسيتش الكلمه ديت لحد النهارده، برغم عجزك اللي انت فيه تغاضيت عن اي حاجه علشان توصل لحلمك. كان نفسي في حاجه واحده بس، انك تعتبرني خصم ليك زي ما انا معتبرك غريمي. انا عايزك تبص لي البصه اللي انا شايفك بيها. بقى كل الكره ده علشان بيتجاهلك بس. ويل بيفهم كلامه وقتها، بيفهم انه كان عاوز بس يتنافس معاه، لكن ويل كان مركز على حلمه ومش شايف اي حاجه قدامه. بيتحمس وبيقول له طالما ده اللي انت عايزه فيلا اجهز للقتال الحقيقي. شيون بيعرف هو كمان ان اخيرا ويل اعتبره خصم ليه، وجمع كل قوته، استدعى النسر الاسطوري من تاني وبيجهز اقوى هجماته، بيفعل اقوى ما لديه من قوه، بيخلي النسر يهجم عليه من اتجاه وشيون بيهاجم من هجماته من الناحيه الثانيه. بس انت متخيل ان ده هيفرق معاه؟ لا والله. ويل بيحدد اماكن هجماته وبيفاديها بكل براعه، بيكمل وبيطير من فوق النسر وبوم كسر جوهرته، بيتقدم على شون وكان خلاص هيصيبه، ولكن هوب في اخر لحظه الجدار ده بيوقفهم هما الاثنين. ايوه، كل اتوصلت اخيرا بعد ما هربت من يوليوس. الكل اتصدم اول ما شافها بالحاله ديت. شيون بيقول لها مالك ايه اللي عمل في هدومك كده؟ البنت بتتعصب وبتقول له كل بسببك يا حيوان، انت لولا اللي انت عملته كان زماننا دلوقتي عند التاج، ولو اتكلمت كلمه كمان اقسم لك لا هخليك بسوى الارض اللي انت عليها. ولكن اثناء حديثهم ويل بيغطيها بهدومه، بيقول لها شكرا على كل المجهود اللي انت عملتيه علشاننا، مش عارف اقول لك ايه، لكن اوعدك ان هحاول اوصل للتاج واحقق اللي نفسك فيه، وخلي بالك من نفسك بعد كده. البنت وشها قلب الوان يا صديقي، وشكلها هتلعب ولا ايه؟ من ناحيه تانية كان اول ما انفتح القاعه ودخل الساحه هو مين؟ يوليوس ومعاه الاثنين الملاعين. الكل بيحتفلوا بيهم، وراوف بيقول لهم لا يا حبيبي لا، يوليوس وصل هو واللي معاه، ما فيش حد خلاص هيحصلهم. ولكن انت متخيل انه ويل هيسيبهم ياخدوا الكاس بالسهوله دي ولا ايه؟ قولها معايا. لا والله. بوم، بيلاقي النيزك اللي نزل عليهم من السماء، نزله اسطوريه زلزلت المكان بالكامل. اوبا ويل وصل اخيرا، مش هيرحم حد فيكم يا صاحبي. يوليوس وكل الجماهير كانوا في قمه الصدمه من اللي شافوه قدامهم، وويل باصص له زي الاسد ولا همه. يوليوس بيحاول يبين انه مش قلقان، بيتقدم بكل عصبيه، بيقول له جميل قوي كده يالا، كويس ان معدوم السحر جه لحد عندي، لو انا اخدت التك كده بكل سهوله من غير ما اذلك كنت هزعل قوي، مش هرضى عن نفسي وقتها، بس كويس اني لقيت حاجه اتسلى فيها الاول، هزل
هذلك ههينك قدام الكل علشان تعرف ازاي تتحدى الكبار وانت ولا حاجه. وبوم بيرمي عليه قنبله دخانيه، ويل مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. بيحس بثلاثه بيتحركوا حواليه، بيقول خلاص انا قدرت احدد اماكنهم، وهوب الضربه بتجيله من مكان مختلف خالص. بيفضل يصد الهجمات ومش فاهم ايه اللي بيحصل. الدخان بيروح ووقتها بيشوف الصدمه. يوليوس عمل تعويذه نسخ وبقى في 7 نسخ محاوطينه من كل اتجاه. الواد وكل الجماهير كانوا في قمه الصدمه، وواحد من النسخ بيقرب منه وهوب بينفجر فيه وبيثبته في الارض. يوليوس بيستهزأ بيه. دي تعويذه حبيبه القلب الفاريا، انا خلاص عرفت هي بتعمل ايه، اوعدك قريب هنزلها لك من البرج اللي هي قاعده فيه. كلها شويه وقت مش اكتر. والوقت بيتعصب جامد، بيكسر الجليد اللي حواليه وبيخرج منه. على طول نسخ يوليوس بتضرب فيه، والواد بيصد هجماتهم بكل صعوبه. في 3 نسخ عمالين يقربوا منه، والواد لسه مش فاهم هيعمل ايه بالظبط. بيعملوا مثلث عليه وبوم تعويذه حجز اسطوره بتحبسه في الهرم ده، كده مش هيعرف يخرج من هنا. يوليوس بيضحك، بيفعل اقوى تعويذه المدفع المميت. بينزل من السما عليه اكبر بلوره ثلجيه. الواد يا عيني مش عارف يخرج من الصندوق، والبلوره بتدكه في الارض دك. الكل بيقول دي خلاص نهايته، مستحيل يقوم منها تاني. الكل بيكون مصدوم، وايرس ورست كانوا في قمه الحزن على صاحبهم اللي اتدفن تحت التراب. يوليوس بيلف الجمهور وبيقول لهم ايوه دي هي قوتي، ده هو سحري، انا المرشح ان اكون خامس الماجيا فيندر خليفه الفاريا. انا فهمت التعويذه اللي رشحتها للبرج، وقريب هثبت للكل ان سحرها ولا حاجه بالنسبه لي. انت شكلك اتغريت يا صاحبي. واثناء ما كان في عز انشكاحه بوم بيلاقي البلور اللي وراه بتتكسر، ويل بيخرج منها بكل عصبيه. بيقول له سحر الفاريا ضعيف، مين اللي قال لك كده؟ انا برضه هموت، مين اللي قرر كده؟ هثبت لك دلوقتي انك بالنسبه لي انا ولا حاجه. على طول يوليوس ما بيدوش وقت وبيحاول يهجم عليه، لكن ويل بيفاديه وبيختفي من قدامه. بيظهر ورا اتباعه. ابلعي حالتها انت وهما الاتنين من ضربه واحده بيقعوا على الارض مغمى عليهم. وفي وقتها نسخ يوليوس بتتكسر قدامه. ويل بيقول له زي ما كنت متوقع بالظبط، انت بتستخدم سحر زميلك علشان تعزز من قوتك وتقدر تتحكم في النسخ بتاعتك، لكن من غيرهم اخرك فاضي والنسخ ملهاش اي 30 لازمه. اياك تقارن نفسك بالفاريا تاني يلا. الكل وقتها كان في حاله دهشه من اللي شايفينه. يوليوس عارف كويس قوي ان كلام ويل صح، واخره 5 دقايق في استخدام النسخ بتاعته. قال برغم كده مش هحتاج اكتر من الوقت ده علشان اقتلك. وبوم بينسخ نفسه مره تانيه. بيحاوط ويل من جميع الاتجاهات. بدا يهجم عليه ولكن ويل بيصد هجماته بكل سهوله. يوليوس بيقول في نفسه ايوه كده اكيد ويل مش هيعرف انا اي واحد فيهم، انا هستغل ده واجهز هجمه واقضي عليه في ثانيه واحده. لكن عند امك الكلام ده يلا. ويل بيظهر قدامه فجاه، ويا عيني على المفاجاه، بوم مديله واحده طيرته. الواد بيطير وبيترعب من اللي شافه. بيقول له عرفت منين؟ ده مفيش فرق بيني وبين النسخ بتاعتي، دول شبهي 100%. ويل بيقول له بكل عصبيه انك تنسخ سحر وتحاول تقلده فده عادي، لكن اللي مش عادي انك تحس ان ملوش اي نقاط ضعف. اللي اكتشف السحر ده صديقة طفولتي لما كان عندها 2 سنين بس، يعني كل اللي انت بتعمله ده مش هياكل ولا هيشرب معايا. واما بقى بخصوص عرفتك منين، فلو بصيت تحت رجل النسخ ده هتعرف كل حاجه بنفسك. الواد بيبص فعلا وبيعرف ان ويل ما بيهزرش. على طول بيجمع قوته وبيديله ضربه بتبعده، وبيقف وهو بيضحك ضحك هستيري. بيقول له طالما انت كده فانا هعجنك دلوقتي. بيقوم وبيفعل كل قوته. عمل 8 نسخ غيره في المكان، كمان بيعمل تعويذه مزدوجه بينهم، وبيجهز اقوى هجماته السحريه. بيهجم عليه من كل اتجاه مفكر ان ده هيفرق معاه، ولكن ده انت هتتفرم دلوقتي. ويل بيحلل هجماته وبيصدها وبيطير على اول نسخه بسيفه بيكسرها. بيبص له بصه اللي صبرك عليا بس ده انا هفلقك دلوقتي. الواد فعلا اترعب من نظرته ديت وبيجري منه، لكن ويل بيكمل تقتيل في النسخ بكل سلاسه. اللي بيقابله بيحصل اللي قبله، خلص على كل اللي قدامه. يوليوس بيجري ومفكر ان ويل هيسيبه، ولكن انت مفكر انه هيسيبه بعد الكلام ده؟ لا والله، ده بيطير وراه بكل سرعته وبوم احلى قبضه بابا على دماغك يا معلم. يوليوس بيطير في اخر الحلبه مكسر دماغه، ما عادش قادر يتحرك من مكانه. اللي بعده يا هنا يا سعده. ايوه كده يا عم ويل ما ترحموش. جميع الجماهير اتصدموا من قوه ويل اللي شافوها، اتفت باسمه ملأت المكان بالكامل. كده ما عادش قدامه غير انه يشيل التاج وهيبقى بطل المهرجان السنه دي. ولكن هو بيلاقي فيجنال من فريق الالف بيشيله، بيقول له شكرا انك سبتولي من غير قتال يا صاحبي. الواد وقتها كان هيموت من حسرته، اللي هو ازاي يعني بعد كل الفرهده واللي عملته ده اطلع من المولد بلا حمص؟ بس لا، في الوقت ده كانت الفاريا في البرج وشافت كل اللي ويل عمله، شافت تضحياته ودفاعه عنها قدام الكل. بتفرح جدا من نجاحه وبتقول له انت اكيد هتوصل لي يا صاحبي، فاصرارك على تحقيق حلمك وعملك الدؤوب عمرهم ما هيروحوا على الفاضي ابدا. وشكلها بدات تحبه اكتر من الاول يا صاحبي. في الوقت ده كوليت بتروح لويل الحلبه، بتحاول تخفف عنه وبتقول له مش مهم الكاس النهارده، المهم ان كل الجماهير والاساتذه دول عرفوا مين الشخص اللي حط على اعلى واحد تقييم في الاكاديميه، عرفوا مين هو معدوم السحر صاحب القوه الاسطوريه. ايوه يا
جماعه، هو بابي حته قليله في البلد ولا ايه؟ الواد بيفرح من كلامها اللي قالته وكان في قمه السعاده وقتها. بعدها بيعدي الوقت سريعا وحان الان موعد الاحتفال. بيروح لحانه الاقزام، خد الاستاذ واركنر وعملوا احتفال هناك. الكل فرحان بيه وبانتصاره وبيشكروه على كل اللي عمله علشانهم. بيقولوا له شكرا يا ابني، مش عارفين من غيرك كنا هنعيش ازاي هنا، انت اللي رجعت كرامتنا من تاني، لو عشنا عمر في عمرنا مش هنعرف نوفي لك ربع حقك يا صاحبي. الواد بيفرح من كلامهم وبيقول لهم ده اقل حاجه عندي، كفايه اني جبت لكم واحد جديد في المطبخ. ايوه اغسل المواعين كويس يلا. يوليوس فعلا ما كانش طايق نفسه ومش عارف يجيبها منين ولا منين. المهم بيخلص اليوم بينهم على كده، وتاني يوم بيروح ويل للاكاديميه. على عكس العاده بقى كل الطلبه اول ما بتشوفه بتروح تتكلم معاه والكل عاوز يصاحبه. الكل بيتلم حواليه والواد مش مستوعب اللي بيحصل. هو انا بقيت محبوب بينكم من امتى؟ بنت هي كمان بتحاول تتقرب منه، بتمسك ايديه وبتقول له تعالى معايا. كلت وقتها بتضايقه وبتضرب ايديها وعلى طول بتاخده وبتمشي، وشكلها لعبت معاك يا معلم. المهم بيعدي الوقت سريعا، وبعد ما بيخلص ويل في الاكاديميه بيكون في الطريق للحداد علشان يثقل سيفه ويرجع زي الاول من تاني. ولكنه قبل ما يدخل للحداد بيلاقي اللي بينده عليه، بيلاقي البنت دي واللي اسمها ليهانا، احد اشهر الطالبات في الاكاديميه كلها، وكمان دي تبع لاحدى العائلات المرموقه. الواد بيستغرب وبيقول ازاي واحده زي دي تكلمني، اكيد هي تقصد حد تاني. البنت قالت له لا اقصدك انت، تعالى معايا انا عايزاك في موضوع مهم دلوقتي. بالفعل الواد ما يقدرش يرفض لها طلب وبيروح معاها ومش عارف هي واخداه على فين بالظبط. بيدخلوا الاوضه ديت وبيلاقي الحبايب كلهم متجمعين، يوليوس، شيون، فيجنال، كلهم موجودين، اقوى واشهر 3 في الاكاديميه، وكمان ليهانا بنفسها هنا. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ العيال هم كمان مش فاهمين حاجه. البنت بدات توضح اللي هي عايزه تعمله، بتقول لهم التدريب العملي في الدماس هيبدا قريب ولازم نعمل مجموعات علشان هنفضل اكتر من يوم هناك. انا جمعتكم هنا دلوقتي علشان انتوا اقوى طلبه في الاكاديميه، دي هتكون فرقتنا اللي هننزل بيها للدماس، وده علشان نجمع اكبر عدد من النقاط الممكنه. طبعا يوليوس وشيون كانوا هيطقوا من كتر الغضب، بيقولوا لها مستحيل ننضم مع فاشل زي ده مره تانيه، ده معدوم السحر ولا هيفيدنا باي حاجه واحنا في الدماس. فيجنال بيقول لهم لا غشيم ياض انت وهو، يعني بعد كل اللي عملوا فيكم وكمان بتسالوا بيه، ده لسه من يومين مديكوا بالجزمه. انت يا شيون مش الواد ده انقذ حياتك وكمان كسر عظمك في الغابه ولا لحقت تنسى؟ وانت كمان يا يوليوس عاوز تغسل المواعين تاني ولا ايه؟ عجب عليك يا زمن والله. العيال بيهدوا فعلا وبيفهموا كلامه، وليهانا بتطلع الكاس دي بتحط عمله معدنيه فيها وبتقول لهم كل واحد قدامه عمله زيها، اللي موافق ينضم للفرقه ديت يحطها في الكاس، واللي مش موافق يقدر يمشي بكل سلاسه. وفعلا فيجنال اول واحد بيحط العمله والباقي بيوافق وراه. دي هي بقت فرقتهم الاساسيه اللي هينزلوا بيها للدماس. بيعدي الوقت وتاني يوم كانوا الاساتذه بيعرفون باللي هيحصل، واركنر بيقول لهم النهارده هتنزلوا الدماس ولكن مش هتطلعوا في نفس اليوم، لا انتوا هتقعدوا هناك 7 ايام كاملين علشان تعدوا الاختبار العملي. لاول مره في حياتكم مسمح لكم الدور السابع للدور العاشر، محدش يتعمق اكتر من كده. ادوارد هو كمان بيقول لهم الاختبار ده غير انه صعب ولازم تأقلموا نفسكم فيه خلال الايام اللي هتقعدوها، ده اختبار حياه او موت. كل سنه بنخسر في الاختبار ده 3 أو 4 من الطلبه على الاقل، بيموتوا بسبب تهورهم في مهاجمه الوحوش، فلازم تخلوا بالكم كويس قوي وما تقلقوش برضه. كل الاساتذه موجودين معاكم وهنوزع نفسنا خلال الطوابق الخطيره علشان لو حد حصل له حاجه. الكل بيفهم الكلام وبعدها بيجهزوا شنطهم علشان ينزلوا الدماس. كل طبعا بتروح معاهم علشان ما تسيبش ويل لوحده وبتقول له انا معاك ومش هسيبك. فعلا بينطلق الكل تحت ويا ويلك من اللي هيحصل علشان يا دوب بينزلوا من هنا بيلاقوا سرداب من العناكب دي بيظهر قدامهم. ويل كان لسه هيهاجمهم وبوم ليهانا بتطير عليهم، سحرها خطير جامد ومثير، وبلع ضربه واحده خلصت على كل الجماهير. اللي بعده يا هناها يا سعده، وشكل البنت دي ما بتهزرش يا صديقي. المهم بعدها بيكملوا في الدماس وكل ما وحش يقابلهم واحد من زمايله بيخلص عليه بسحره، ويل مش عارف يجمع ولا نقطه لحد دلوقتي. فيجنال بيستهزأ بيه وبيقول انا كنت مفكرك حرفوش اكتر من كده، لكن بالطريقه ديت مش هتعمل اي حاجه غير انك تعطلنا. انا شكلي خيبت ظني فيك ولا ايه؟ الواد بيتحرج من كلامه ولكن ما علينا يعني. بعدها بيكملوا تقتيل في الوحوش وبيعدي اول يوم عليهم في الدماس، بيقفوا في المكان ده علشان يرتاحوا ويشوفوا هيعملوا ايه بعد كده. وفي الاول ويل بيوزع عليهم الاكل اللي معاه، ولكن لما بيجي يدي الفيجنال منابه بيقول له حطه على الارض وسيبه وانا هاجي اخده. الالف اللي زي لو لمس واحد فاشل زيك هيحس بطاقه سلبيه وهيجي له النحس على طول، علشان كده ما تقربش مني تاني. الواد فعلا بيحطه على الارض ويقعد زعلان من كلامه. وليهانا هي كمان بتقول لهم الخطه كالاتي، هنسيب الدور السابع والثامن وهننزل للعاشر على طول، وهناك هنلاقي حامل الدور ده واللي يقدر ب 110 نقطه تقييم، هنهجم عليه واحنا بكامل قوتنا علشان نقدر نقتله. لكن لو هدرنا الوقت في الوحوش التافهه اللي زي ديت عما نوصل له مش هنعرف نعمل معاه اي حاجه. الكل طبعا بيوافق على خطتها الجهنميه، وفعلا من تاني يوم بيبداوا في تنفيذها. بيكملوا استكشاف في الدماس لاقرب طريق للطابق العاشر، لكن من ناحيه تانيه كان في 2 وصلوا للطابق ده فعلا، قتلوا كل اللي فيه بكل وحشيه، بس دول هيئتهم مش بشريه، محدش عارف مين دول بالظبط، وواحد فيهم مالوش دماغ من
الاساس. مين دول وايه قوتهم؟ محدش عارف حاجه. في الوقت ده كانوا اصحابنا وصلوا فعلا للطابق العاشر، وقتها بيشوفوا الصدمه، بيلاقوا الوحوش دي مقتوله قدامهم ومش مصدقين اللي شايفينه. معقوله حد من الطلبه وصل لهنا؟ بس لا، ده فرقتنا هي اللي كانت في المقدمه. واللي هو كمان بيحلل اجزاء الوحش وبيقول لهم دول اتقتلوا بدون استخدام اي طاقه سحريه. التشوهات اللي في جسمهم تبين ان في حد قتلهم بايده المجرده مش اكتر. بس ازاي كده؟ دب الرعب في قلوبهم جميعا، بيهدوا نفسهم وبيقولوا يمكن حامي الدور هو اللي قتلهم ولا حاجه، تعالوا ننزل له. وفعلا بينزلوا كلهم لمكان حارس الدور العاشر، لكن وقتها بيلاقوا الصدمه الثانيه. ده حارس الدور هو كمان اتقتل بكل وحشيه. بس مين اللي عمل كده؟ اكيد الاتنين اللي كانوا هنا من شويه، ولكن لسه محدش فيهم يعرف عنهم اي حاجه. الكل اترعب من اللي شايفينه، كله بيستخدم سحر البحث علشان يشوفوا لو في حد في المكان، بس مفيش حد قريب منهم. طب الاتنين اللي كانوا هنا من شويه دول راحوا فين؟ ده شكل في إنة كبيره بتحصل. في الوقت ده بيركز وبيقول انا حاسس بوجود وحش قريب مننا. بيركز وبيحاول يحدد مكانه، فعلا بيلاقيه ده فوقنا. ما بيلحقش ياخد باله، بيلاقي هجمه سحريه كانت هتقضي عليه. الواد بيصدها بسيفه بكل صعوبه وطار من المكان بالكامل. لسه محدش لحق ياخد باله، وهوب فيجنال بياخد واحده بالطياره. الكل مش فاهمين حاجه، كانوا لسه هيهجموا عليه وهوب الوحش بيضرب ايده في الارض بيكسرها من تحتهم. محدش عارف يتمالك نفسه وكلهم وقعوا. ويل بيلاحظ فيجنال مغمى عليه وهو واقع، فبيروح يلحقه. كل واحد فيهم راح في حته مختلفه. المشكله دلوقتي انهم نزلوا للدور ال11 واللي كله وحش خطيره جدا. ده شكلها هتبقى مجزره دلوقتي. كل الطلبه مش عارفين يعملوا ايه في المصيبه ديت. ويل بيحاول يفوق فيجنال، لكن فجاه بيلاحظ تعبان كبير بيهجم عليهم. على طول بيروح يهجم عليه، بيتصدى له وبيقتله بكل قوته. وفعلا بعد ما بيقتله فيجنال بيفوق. دراعه كان مصاب اصابه خطيره، وويل بيحاول يساعده لكن الواد بيوقفه، بيرفض يخليه يلمسه. تصدق انك عيل خسيس وناكر للجميل بصحيح؟ ده هو لسه ناقصك من شويه، والاخر تعامله بالمعامله الوسخه دي ولا ايه؟ من ناحيه تانيه بقى كانت كوليت وليهانا وقعوا في نفس المكان هما الاثنين. ليهانا اتصابت ولكن ما كانش هممها الجرح على قد ما هممها هتخرج من هنا ازاي وهتلاقي اصحابها. اما يوليوس وشون ما كانش حد عارف عنهم اي حاجه. في الوقت ده الخبر انتشر بين الطلبه، الكل بدا يطلع من الديماس. كل الاساتذه بتسترعب، وادوارد بيروح لواركنر وبيقول له يلا بينا ننزل نلحق الطلبه قبل ما يحصل لهم حاجه. الاساتذه المسؤولين تحت محدش فيهم بيرد، وشكل في مشكله كبيره. وفعلا يا صديقي الاساتذه اللي تحت كانوا اتقتلوا بصوره بشعه جدا، متعلقين على الحيطه ديت، وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. ولا هو كمان كان مكمل ماشي في المغاره مع فيجنال علشان يلاقوا اصحابهم ولا حاجه، وهوب بيظهر لهم الثلاث خنازير دول. على طول ويل بيهجم على الاثنين اللي قدامه وبيبدا تشريح فيهم يمين شمال، مش عارفين يعملوا معاه اي حاجه. الواد فعلا فلقهم نصين. فيجنال بيتصدم من سرعته، بعدها بيحاول يوقف الخنزير اللي قدامه بسحر الوهم، وبعدين يبقى يهجم عليه. لكن الخنزير ده ما بيتوهمش بسحره وبيقرب منه وكان خلاص هيقتله، لكن في اخر لحظه الخنجر ده بيبعده. بعدها الضربه اللولبيه من ويل شقته النصين. اللي بعده يا هناها يا سعده. فيجنال وقتها بيزعل من نفسه علشان محتقر ويل من ساعتها، ولكن لما وقع هو اللي انقذه. بيقعد حزين على نفسه وبيفتكر اللي كان ايام زمان لما كان صغير وكل الناس بتتنمر عليه علشان قوته اقل من اي حد في سنه. بيقول لويل اي نعم انا قوي بالنسبه لكم، لكن بالنسبه للالف اللي زيي انا فاشل ومسواش بينهم بصله. ده حتى صديقه طفولتي اليانور دلوقتي هي واحده من ماجيا فندر وانا لسه هنا في الاكاديميه، وبسبب كل اللي عديت بيه حاولت اعوض النقص اللي عندي ده في ان احتقر الناس زي ما عملت معاك يا صاحبي. انا اسف على كل الاهانه اللي سببتها لك. ويل بيهديه وبيعرف ان ده نفس حاله علشان يوصل لإلفاريا، وبيعرف كم المعاناه اللي عاناها في حياته. بيقول له انا حاسس بيك وعارف شعورك كويس قوي. قوم وما تحسسش نفسك بضعف مش فيها، انت مش فاشل، لا انت قوتك كبيره، ولكن ثقتك بنفسك هي اللي مخليك حاسس بالضعف. قوم يا صاحبي وما تستسلمش لليأس مهما حصل. الواد بيتأثر من كلامه وبيعرف قد ايه الواد ده عنده عزيمه تهد جبال. في نفس الوقت ده كان يوليوس وشيون ماشيين في المغاره بيتعاركوا مع دبان وشهم. شيون بيقول له انا عطشان يا عم، سيح لنا حتتين تلج من بتوعك دول خلينا نشرب بدل ما انت مفيش منك اي فايده كده. الواد بيتضايق من كلامه وبيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين، لكن فجاه وهم ماشيين شيون بيسحب يوليوس بعيده وبيقول له خلي بالك في حاجه جايه ناحيتنا. بيظهر سلم الشياطين قدامهم. يوليوس بيترعب وبيقول له خلينا مستخبين هنا بدل ما يحصل لنا حاجه، ولكن شيون بيفتكر ضعفه زمان، بيفتكر ويل كمان. بيقول لو كان هنا مستحيل كان يهرب من اي حاجه قدامه، انا مش هفضل ضعيف زي ما انا كده. على طول بيتعصب وبيقوم عليهم بكل غباء وشكله هيكسر كل اللي قدامه. في الوقت ده بقى كان كل الطلبه بيهربوا من الديماس، مجموعه شياطين طلعوا وراهم والواد ده بيقع وهو بيهرب. الشياطين بيحصلوه وواحد فيهم كان هيدوس عليه وكان خلاص هيقتله، بس انت متخيل ان ده هيحصل؟ لا والله. في اخر لحظه السلاسل دي بتلف حوالين رقبتهم، وواحد في التاني بتموتهم. ابلع يا خنزير منك ليه؟ ادوارد بسحره خلص عليهم بضربه واحده، وبصراحه اول مره احس ان ليك اي فايده. بعدها واركنر هو كمان بيجيله بالحمله ديت وبياخده وراه، بيقول له يلا نلحق باقي الطلاب. الحمد لله معظم الطلبه دلوقتي بقوا في فار للامان، ولكن بقى مجموعه واحده واللي فيها ابطالنا مجموعه ليهانا، لازم نلحقهم في اسرع وقت ممكن. اللي كان واقف مع فيجنال علشان يخلصوا من اللي هو فيه، وهو بيحس بحاجه غريبه، بيبص قدامه بيلاقي
ديماس بدأ يتفاعل وشكلي في مصيبة هتحصل. وفعلا يا صديقي بيلاقوا النفر دي بتظهر قدامهم، والديماس شكله بينتج وحوش اقوياء تقتلهم. بيركزوا في اللي نازل وبيتصدموا من اللي شافوه. ده وحش النار الاسطوري اللي مقدر ب 15 نقطة، كان لسه بينتج كمان وحوش، ولكن على طول بيرمي عليه القنابل دي وبيفرقع مكان ولادتهم. ولكن كان خلاص نزل الثلاثة دول وشكلكم هتتجلدوا يا صاحبي. ويل بيترعب من اللي شافه، بيقول لفيجنال انا مش هقدر عليهم لوحدي يا صاحبي، انا اخر اصد هجماتهم، علشان كده لازم تساعدني بسحرك. بيقول له على الخطة اللي هينفذوها، وفيجنال كان خايف جدا. بيقول له بس لو اللي في دماغك ما اتعملش فانت كده هتموت، انا ضعيف ومش هعرف اعمل اي حاجة واساعدك. ويل بيهديه وبيقول له قوم واسترجل يا صاحبي، مفيش حل قدامنا تاني غير ان احنا نتصدى ليهم. وفعلا يا صديقي ويل بيشد انتباه الوحوش وعلى طول بيهجم عليهم الثلاثة، بيضربوا ضربة مزدوجة ويل بيصدها. بيقول لفيجنال يلا دورك هاجم واقتلهم. الواد بيكون مش قادر، حاسس بالعجز وخايف يعمل اي حاجة. حياة ويل واقفة عليه ولازم يقتله في اسرع وقت ممكن. الواد بيصارع داخل العجز اللي جواه، بيفتكر كل الاهانات اللي تعرض لها. بيقول له انا لازم ابقى اقوى من اي حاجة تواجهني. وفجأة بدون مقدمات بيقوم بكل شجاعة اخيرا اتحرر من قيوده، اتحمس جامد وابتكر سحر جديد من كتر الحماس، وبوم بضربة واحدة خلص على كل اللي قدامه. اللي بعده يا هناها يا سعده، ايه الحلاوة دي يا عم فيجنال، ما انت جامد اهوت يا عم، ولا لازم تعذب ويل معاك وخلاص. الواد فعلا اتحرر من قيوده، وبعدها بيروح لويل وبيشكره على مساعدته. بيقول له مش عارف من غير كلامك كنت هعمل ايه يا صاحبي، انا ممتن ليك وشكرا على انقاذك لحياتي، ومن النهارده انا بعترف بيك كمحارب حقيقي، وكم انت رائع يا ويل والله. بعدها بيكملوا في طريقهم هما الاثنين وبيحسوا بحد جنبهم. بيوصلوا للمكان وبيلاقوهم صحابنا يوليوس وشيون، كانوا خلصوا على كل الوحوش اللي قابلتهم. وويل بيفرح لما بيلاقيهم لسه عايشين. ولكن كوليت وليهانا فين؟ معقول حاجه حصلت لهم ولا ايه؟ محدش عارف مكانهم، احنا لازم نلاقيهم في اسرع وقت ممكن. وفعلا يا صديقي كانوا البنات ماشيين وفجاه بيحسوا بحد جاي عليهم. كوليت كانت هتروح لهم ولكن ليهانا بتوقفها. بيركزوا مع اللي جاي وهنا كانت الصدمه، بيلاقوا الاتنين دول داخلين عليهم. ايوه دول مش صحابهم، لا دول هم اس المصايب اللي هم فيها، هم دول اللي قتلوا رئيس الدور العاشر وقتلوا اساتذتهم. ليهانا بتقول ده استاذنا، بس لا دماغه بتقع قدامه، بيشيلها ويحطها مكانها تاني. وقتها بيفهموا كل حاجه، عرفوا ان هم دول اللي عملوا كل حاجه من البدايه. اللي من غير دماغ ده بيتكلم بكل عصبيه، بيقول ايه ده اتنين بنات، ده احنا هنتسلى بيكم دلوقتي. اوبا صدمه بكل المقاييس، العيال شكلها هتموت دلوقتي. بعد ما الاتنين دول بيظهروا قدام ليهانا وكوليت، العيال ما بيكونش مصدقين اللي شايفينه قدامهم. كوليت بتقول لهم انتوا مين وانت ازاي تحولت لجسم الاستاذ بتاعنا؟ الواد بيضحك ضحكه كلها خباثه، بيمسك دماغه بوم بيفرتكها قدامهم، بيقول لها احنا الشياطين اللي هندمر حماة البرج اللي قدامكم، احنا اللي هنقتلكم ومش هنبقى على سيرتكم. وهو بيضرب عليهم هجمه سحريه قويه كانت خلاص هتقتلهم. ولكن انت مفكر انهم هيموتوا بالسهوله دي ولا ايه؟ لا والله في اللحظه الاخيره بيظهر ويل اللعيب، بيصد الضربه قبل ما حد يحصل له حاجه. يوليوس شيون فيجنال هم كمان وصلوا. اللي بعده يا هناها يا سعده. الشياطين على عكس المتوقع اول ما بيشوفوهم كلهم هنا بيفرحوا وبيقولوا جميل قوي كده، كويس انكم بقيتم اكتر من اتنين، انا كده هضيف 5 روز جديده لمقتنياتي. اوبا ده شكلكم هتتجلدوا يا صاحبي. والوقت بيتضايقوا وبيهجم عليه، ولكن هي ضربه واحده بتلاقيه بيطير بيده، الكل بيتصدم من قوه الضربه اللي اكلها. الشيطان ده كان لسه هيهجم عليهم تاني ولكن صاحبه بيوقفه، بيقول له تعالى لازم نمشي من هنا دلوقتي والا خطتنا هتفشل. الواد بيقول له تمام، ولكن قبل ما يمشي بيعمل عليهم تعويذه استدعاء اسطوريه. العيال بتترعب وهوب الكائن ده بيظهر لهم من العدم. العيال كانوا في قمه الصدمه اول ما بيشوفوه. ده كائن الديوك الخطير قوي ومثير. الكائن ده استدعى الطابق ال25 والوحش ده قوته تقدر ب 270 نقطه تقييم. يا حلاوه ده احنا كده ميتين وش، يلا نجري من هنا يا عم بسرعه. فعلا الوحش بيهجم عليهم بهجمات سحريه، لكن صاحبنا بيهربوا من لما حد يحصل له حاجه. الضربه منه هتوديك للقبر من غير كلام. الكل بيهرب وفيجنال بيحاول يستخدم سحره الجديد، لكن الوحش ده جسمه من حديد بيكسره بكل سهوله وكان هيقتله، بس ويل بيلحقه في اخر لحظه قبل ما يحصل له حاجه. بيهربوا كلهم للمكان ده والكل كان في قمه الصدمه من اللي شايفينه. بيقولوا الشياطين دول ايه هدفهم بالظبط؟ دول استدعوا لنا وحش من الدور ال25، احنا بقدرتنا دي مستحيل نقدر عليه. العيال محتاره ومش عارفين هيتصرفوا ازاي دلوقتي. ويل بيطلع على المكان ده وبيبص عليه وبيلاقي الديوك خلى الوحوش الصغيره تدور عليهم. بيبص لاصحابه بيقول لهم لو فضلنا هنا واستنينا الدعم احتمال نموت قبل ما حد يوصل لنا، ده غير ان الشياطين الصغيره دي لو عرفوا مكاننا فهتبقى النهايه. كده ما قدامناش غير حل واحد، احنا لازم نواجه الوحش الخطير ده ونقتله. يوليوس بيتعصب وبيقول له يلا روح واقتله يلا بقوتك ديت. لا انا مش هودي نفسي للموت بايديا. لكن ويل بيقول له انا عندي خطه ومحتاج مساعدتكم فيها، لو كلنا بقينا ايد واحده هنعرف نهزمه. يوليوس بيقول له مين هيثق في خطتك التعبانه دي؟ يلا امشي يلا من قدامي. لكن فيجنال بيقطعه وبيقول له انا معاك يا صاحبي، انت اثبتت لي انك اكفأ واحد فينا ولازم نسمع كلام. كوليت وليهانا هم كمان بيقول له احنا في ظهرك يا عم ومش هنسيبك. المفاجاه الكبيره شيون بيقول له انا
واثق في خبرتك يا صاحبي، انا موافق اكون معاك في خطتك دي. يوليوس مصدوم من ثقه زمايله العاميه فيه، لسه هيتكلم ويزعق بيلاقي ويل بيوقفه، بيقول له الخطه دي مش هتكمل من غيرك يا صاحبي، وده لانك انت المفتاح لقتل الديوك ده، انا عايزك تمدنا بقوتك وتساعدنا في هزيمته. يوليوس وقتها بيقرر يتنازل عن كبرياءه فعلا ويسمع له، وبدا ويل يحكي لهم على اللي هيعملوه، وعلى طول بداوا في تنفيذ المهمه. في البدايه يوليوس بيظهر قدام الديوك هو وليهانا وبيشتتوه، الوحش فعلا بيهجم عليهم ولكن دي طلعت نسخه من يوليوس وبتتكسر. الله، هو ايه خطتهم بالظبط؟ واللي حصل كالاتي: بعد ما يوليوس وافق يسمع خطته، ويل قال له انا هعلمك تعويذه جديده لسحر الجليد، ارس وايس. دي تعويذه خاصه بالفاريا، هي اللي اكتشفتها، بتخلي التعويذه تكمل حتى لو واحده النسخ اتقتلت او حصل لها اي حاجه. انا عايز نسخك دي تبدا في استخدام اقوى تعويذه سحريه عندك. وفعلا ده اللي كان بيعمله، كان قاعد في جنب بيجهز اقوى هجماته الجليديه، ولكن برضه النسخ كانت بتقول اكبر ترنيمه سحريه، كل ما يقتل نسخه النسخه الثانيه بتكمل مكانها. العيال هم كمان شغالين يهجموا على الوحش لكن اجنحته فلزيه ومش بتتاثر، واللي هو كمان بيطير عليهم مش رحمه. كل ده والوحش مش فارق معاه، مفكر ان محدش هيقدر عليه، ولكن ده عنده متهانيه بيه. يوليوس اخيرا خلص الترنيمه بتاعته وبيطلع له بيضرب عليه اقوى هجماته السحريه. خلاص شكلها دي نهايته، المكان اتزلزل بالكامل من قوه الضربه اللي اكلها له. الكل مفكر انه خلاص اتهزم، لكن المفاجاه الديوك صداه باحدى جناحاته وما حصلوش اي حاجه، جناح واحد ليه بس هو اللي اتضرر. ليهانا على طول بتتصدم وبتطير على الوحش بكل قوتها علشان تصيبه قبل ما يتجدد، بتستخدم كل عزمها وبتضرب عليه، وهو بدرع سحر بيوقف ضربتها. صدمه بكل المقاييس، دي الحاجه الوحيده اللي محدش كان يتوقعها. ازاي وحش يقدر يعمل درع سحري؟ ده شكلنا مش هنقدر عليه بقى. ده كمان بيهجم عليها بهجمات سحريه وكانت خلاص دي نهايتها، لكن في اخر لحظه ويل بيشيلها وبيحاول يهرب بيها. الهجمات ورا برضه والواد مش عارف يفاديها، وفعلا احدى الهجمات بتكسر الدرع وبتصيبهم، وبيطير هو وليهانا بعيد. الكل بيقلق عليهم وبيكونوا مصدومين من اللي حصل. ليهانا ما حصلهاش حاجه، اما ويل فبسبب الضربه اللي اكلها جاله صدمه عصبيه وما عادش قادر يتحرك. الكل بيزعل عليه ومش عارفين هيتصرفوا ازاي وقتها. ليهانا بتقف بكل شجاعه وبتقول لهم اهربوا من المكان وخدوا ويل معاكم، انا هروح اشتت الوحش بكل اللي اقدر عليه وانتم سيبوني وامشوا. بتتقدم ولكن انت تفكر ان محدش هيقف جنبها. فيجنال هو كمان بيتقدم وبيقول لها معاك يا باشا ومش هسيبك، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل يا صاحبي. والله يا عم الترجوله ومفيش زيك. البنت بتفرح من كلامه وبيهجموا هما الاثنين عليه، البنت بتهاجم بسحرها وفيجنال بيثبته بشجره، ولكن برضه الوحش ده قوي جدا ومفيش حاجه بتاثر فيه. في الوقت ده ويل بيفوق من صدمته ولكن برضه ما كانش قادر يتحرك، بينده على شيون وبيقول له اضربني يمكن الصدمه تروح واعرف اتحرك من تاني. شيون وقتها بيتعصب جامد، بيقول له انا اصلا مخنوق منك يلا، بيضرب فيه بكل غباء وبيقول له لو ما كنتش اتهورت وخليتنا قاعدين كان زماننا مرتاحين دلوقتي. ليهانا وفيجنال بيهجموا على الوحش وخلاص هيموتوا وانت نايم هنا ومفيش منك اي فايده. بيضرب عليه تاني بكل قوته ولكن ويل بيمسك ايديه، الامل بيبان في عينيه، بيقول له شكرا ليك يا صاحبي، بسببك انا بقيت قادر اتحرك دلوقتي. بيقاوم وبيقوم من تاني، بيشيل السيف بتاعه وبينطلق لمساعده زمايله. الكل بيتصدم من عزيمه الواد الجباره، وفعلا هي دي اخلاق المحارب ولا بلاش والله. شيون بيستغرب وبيقول ازاي الواد ده مش خايف برغم كل اللي حصل له؟ ده قام وراح على الوحش بكل قوته وانا قاعد هنا مرعوب اتحرك من مكاني، هو الواد ده قلبه من حديد ولا ايه؟ وقتها كولت بتتعصب وبتقول له لا خايف واكتر من اي حد فينا كمان، فاذا كان عندنا سحر وبنهاجم من بعيد، ولكن ويل كل مره لازم يقاتل الوحش وجها لوجه علشان يقتله بالسيف بتاعه. طب عمرك تخيلت كميه رعب وانت بتقرب من وحش زي ده؟ اكيد لا، عمرك ما هتحس باللي ويل حسه ابدا. هو ده السبب اللي ميزه عننا، هي دي الشجاعه اللي المفروض نتحلى بيها كلنا. انا كمان هروح اقاتل جنبه وخليك هنا قاعد تلعن ظروفك التافهه ديت. الواد فعلا بيتاثر من كلامها وكولت بتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بقى كان ويل عمال يهجم على الوحش بكل قوته، يحاول مهما يحاول ولكن مش عارف يوصل للوحش ويغرشه، حتى بيجمع قوته بيحاول يهجم عليه ولكن بوم، هي ضربه واحده بترزعه في الارض. كولت هي كمان وصلت وبتساعده، والواد بيجي في باله فكره، بيبص لها كده وبتفهم قصده على ايه. في الوقت ده الوحش بيهجم عليه ولكن فجاه ويل بيختفي من قدامه، بيطير في الجو عليه. كولت بتستخدم سحرها وبتساعده وبينزل على الوحش بالسيف بتاعها، كان خلاص هيصيبه ولكن بوم، الوحش بيفادي هجمته في اخر لحظه. هو احنا مش هنخلص منك النهارده ولا ايه؟ الوحش هو كمان بيتعصب من اللي حصل وبيفعل كل قوته، وكان هيهجم على ويل بيها ولكن بيتفاجئ باللي بينادي عليه بكل عصبيه. ايوه شيون راكب النسر بتاعه اخيرا وصل علشان يساعدهم. الديوك اول ما بيشوفوا بيهجم عليه ولكن شيون بيفادي ضربته بالنسر بتاعه وبينزل بكل شجاعه، بيقول له طالما ويل بيقاتل فانا كمان هقاتل وهقتلك دلوقتي. وبوم بنلاقي بيفعل اقوى تعويذه الناريه، تعويذه اسطوريه بيهجم على الوحش بيها. فعلا شيون اتطور وقوته بقت جباره، ولكن برغم كل القوه ديت الوحش ولا بيحصل له اي حاجه. الله يخرب بيتك يا عم، انت مش هتموت بقى ولا ايه؟ العيال كلهم في حاله تخبط، ما عادش حد فيهم قادر يقاتل او يرفع سيفه حتى. ولكن في الوقت ده ويل كان واقف
عارف يفكر هيعمل، ولكن فجأة بيلاقي الحجر ده بيقع قدامه. الواد اول ما بيمسكه بوم بيدخل داخل ذكرياته وبيشوف نبوءة غريبة جدا. بيشوف واحدة شايلة ابنها قدام البرج، وفي ست تانية بتكلمها بتقول لها الولد ده هو اللي هيغير العالم بكل اريحية، هو ده اللي هيضم السيف مع العصا السحرية، هيوري العالم قوته الحقيقية. وبوم النبوءة بتخلص على كده. ويل كان مستغرب جدا من اللي شافه ومش فاهم معنى الكلام بالظبط، مين الطفل ده ومين الست اللي كانت شايلاه. لكن فجأة بيشوف السيف قدامه، بيفتكر النبوءة وبيجري عليه. بينده على شوني وبيقول له اضرب عليا. فعلا شون بيسمع كلامه وبيضرب عليه بسحر النار بتاعه. بوم بنتفاجئ كلنا باللي بيحصل. السيف التهم ضربة شون وحوطته النار من كل اتجاه، باين عليه بقى قوي جدا. الكل مصدوم اللي شايفينه ومحدش فاهم حاجة. ده كمان بنلاقي بينطلق على الوحش بكل عصبية، بيفادي بكل سهولة هجماته السحرية، بيطير في الجو وبيجهز علشان يقتله. وبوم بنلاقي بيكسر جميع هجماته وبينطلق كنيزك على الوحش بكل قوته. وبوم ابلع يا عجل انت. ويل اداله الضربة القاضية اللي فلقته نصين امام عيون كل الموجودين. جميع من في المكان كانوا مذهولين ومش مصدقين. الواد ده قتل ديوك خطير يقدر ب 270 نقطة تقييم. ده القوة الجبارة دي كلها يا ابني. وفي تلك الاثناء طاقة السيف بتختفي، والواد كان جاب اخره خلاص، بيوقع على الارض وخلاص ما عادش قادر يتحرك. كان لسه هيرتاح ولكن بيبص قدامه بيلاقي الاف الشياطين بيهجم عليهم مرة واحدة. هو ده وقتكم ولا ايه؟ دي شكلها النهاية يا صاحبي. ده محدش فيهم بقى عنده القدرة يتكلم. حتى ادوارد والاستاذ واركنر هم كمان شافوا اللي حصل وبيحاولوا يوصلوا بسرعة، ولكن برضه بسرعتهم دي مش هيلحقوهم. كده خلاص العيال ميتين وش. ولكن في اخر لحظة بنلاقي تعويذة ابادة جماعية بتظهر فجأة، بتحوط جميع الوحوش اللي في المكان. ويا عيني على المفاجأة، بوم بضربة واحدة خلصت عليهم بالكامل. اوبا بابا، يا ترى مين اللي عمل كده؟ وقتها بيظهر الشخص ده قدامهم والكل كان مصدوم جدا من اللي شافه. ده هو آرون، اقوى مستعمل سحر عرفاته البشرية، صاحب الكرسي الخامس في الماجيا فيندر، واللي بيقتل اي وحش بكل اريحية. العيال كلهم في حالة صدمة ومش مصدقين انه بنفسه انقذهم. الكل بيرحب بيه وكانوا كلهم في قمة السعادة علشان اول مرة يشوفوه. ولكن من وسط آرون وجماعته بينزل واحد فيهم وبيروح لويل وبيسلم عليه. ويل هو كمان اول ما بيبص له بيحس بحاجة غريبة ناحيته، وحاسس انه يعرفه من زمان، حاسس ان في حاجة مشتركة ما بينهم، ولكن مش عارف هو في ايه بالظبط. وفعلا شكل في ان في الموضوع يا صاحبي. من ناحية تانية بقى كانوا الشياطين دول كانوا وصلوا لدور عميق جدا في الديماس، ماسكين السيف ده في ايديهم. والواد ده بيقول له مش قلت لك كان لازم نسيبهم ونمشي؟ لو ما كناش عملنا كده كان زماننا محققناش هدفنا بالسلاح اللي احنا جبناه دلوقتي، فكده محدش هيقدر يوقفنا ولا حتى الماجيا فيندر نفسهم. ده شكلها ما تبشرش بالخير نهائي. في الوقت ده بقى كانوا جميع الطلاب خرجوا من الأكاديمية، ففي المعركة اللي فاتت اتقتل فيهم 11 شخص وكلهم من أساتذة الأكاديمية. صحابنا كانوا قاعدين يتعالجوا في قمة الحزن من اللي حصل لهم ده، والكل زعلان على أساتذتهم اللي ماتوا. ولكن كلهم بيقولوا لويل كان زماننا احنا كمان متنا لولا مساعدتك يا صاحبي، احنا كلنا بنعترف انك الأقوى فينا. ولكن ما قلتلناش برضه ازاي السيف بتاعك التام سحر شونو بقى بالقوة ديت؟ هو انت مخبي علينا حاجة ولا ايه؟ الواد بيقول لهم والله ما اعرف حاجة، ده مجرد حلم شفته وقلت اجرب مش اكتر، مش عارف التعويذة دي هتنجح معايا تاني ولا لا. العيال بيقولوا له تمام، ولكن لو عرفت حاجة لازم تقول لنا واحنا هنكون مستنيينك. من جانب تاني الواد اللي كان سلم على ويل في الدماس بيوصل عند مديرة الأكاديمية، بيدي لها السيف ده وبيقول لها خليه معاكي دلوقتي، هنفهم ايه ده بعدين. وبيتضح ان الواد ده اسمه فين، تابع لاحدى القبائل معدومة السحر، ولكن عنده خبرة كبيرة في الدماس، علشان كده شفناه مع القائد هناك. بيقول للمديرة بكل عصبية انت ليه ما قلتليش على الواد ده؟ ليه ما قلتليش ان الطفل المختار عندك في الأكاديمية؟ المديرة قالت له علشان احلامه غير احلامكم، الواد ده نفسه يطلع البرج وينضم للماجيا فيندر، نفسه يحول السيف بتاعه العصاية السحرية وينضم لصديقة طفولته الفاريا. حتى لو انا كنت قلت لك عليه ما كنتش هتستفاد اي حاجة. الواد قال لها طالما كده فانا برضه هفضل مراقبه، وشكلكم هتشوفوني في الأكاديمية كتير من هنا ورايح. وبعدين بيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بقى ويل كان عمال يتدرب علشان يستعد لياقته من تاني. الكل كان لسه تعبان ومستغربين من اللي بيعمله، ولكن فجأة شيون بينزل له بيقول له يلا قاتلني. ويل بيستغرب ولسه هيتكلم فبيقاطعه شيون، بيقول له انا مش قلت لك ان انت غريمي؟ فيلا نتدرب سوا انا وانت، مفيش حاجه هتوقفني ان اهزمك. ويل بيفرح من كلامه كده وبيقول له يلا بينا. بيمسك سيفه وبيبداوا تدريب مع بعض هما الاثنين. وفعلا صدق اللي مفيش محبه الا بعد عداوه. ومن هنا بينتهي الموسم الاول من ملخص حكايتنا. ان شاء الله اول ما ينزل الموسم الثاني هكون اول واحد يلخصه، فحط اللايك الرايق وسيب اشتراك يسبب حرايق علشان تشوف كل الفيديوهات الجديده. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.